صحيت على المنظر ده وكان هدوء. تقريبا الساعه كانت 11. حاسه اني ما نمتش كويس قوي مع اني بنام في كاترين تحفه. لازم اروح الحمام عامه اكسبيرينس هناك، وهتبقوا محظوظين قوي لو لقيتوا مرايه. وكان لازم اقعد ريفرش كده شويه. نسيت اقول لكم الجو امبارح بالليل كان تلج والصبح كان حر قوي، فكنت حرانه وكنت عايزه ادخل اقلع الطبقات اللي انا لابساها دي. المهم الناس ابتدت تصحى وتقعد كده شويه، كل واحد بيعمل حاجه. وكان في زي ميني بوتيك كده جنبنا. طبعا كان لازم اعمل شوبينج يعني. هبقى اوريكم انا جبت ايه. وهنا كان بيوريها الزعتر. جبت حاجات كتيره قوي لاصحابي واهلي واخواتي. ما اكدبش عليكم دخلت انام شويه، وبعد ما صحيت غيرت هدومي للبس الهايك، بدات اظبط كده شويه واحط المراتب والبطانيات مكانها. على فكره دي الاوضه اللي احنا نمنا فيها. كل حاجه هنا عجباني جدا، الديكور والحاجات البسيطه، حتى لو اللي اختارها بس عشان هي متوفره. وهنا كنت بعمل فيت تشيك، وعلمت ندى ازاي تعمل فيت تشيك معايا. وبدأنا الهايك. وهنا قعدت أسبح بألف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحتة دي كانت صعبة شوية في الطلوع. وبعدين وصلنا الكامب اللي هنفطر فيه. بعدين ركبنا الباص وندى قعدت تشتغل، هي بتشتغل في التكستشر ارت. وبعدين وصلت خلصانة وصلت الفجر، ولقيت بي ار باكج كان يستحيل انام من غير ما افتحها. من اكتر البراندز اللي بحبها أولف، والبيس دي انا اللي اخترتها من الويب سايت، بس بجد شكلها احلى بكتير على الطبيعه. لازم اعمل لكم ستايلينج قريب. وبعدين دخلنا نعمل سحور واتفرجنا على باتر كول سول، وكنت خلصانه اغمى عليا نمت.